بص كده، لا يخلو فيلم سينمائي من دور الشرير. ممكن يكون الفيلم كوميدي او اكشن او رعب او حتى رومانسي، بس لازم يكون في شخص بيلعب دور الشرير. في بقى ممثلين في السينما المصرية ما نقدرش نذكر الشر من غير ما نجيب سيرته او حتى تيجي صورتهم في دماغك. من الاخر كده حاجة ما بتتكررش كتير، وفي الفيديو ده هنذكر 5 منهم من افضل ممثلين ادوار الشر. الفنان عادل ادهم واحد من اقوى ممثلين السينما المصرية، ويعتبر معظم افلامه في دور الشرير، اللي هو لما يجي المخرج كده يفكر في حد يلعب دور شرير، بعد كده يقول ايه ده، إيه انا بفكر في ايه وعادل ادهم موجود؟ عندك نظرة، اداء، ضحكة شريرة، عايز إيه تاني؟ من الاخر كده فنان جامد. ونرجع شوية بقى بالزمن كده، أيقونة الشر الفنان محمود المليجي. وده بس مش شرير، ده ناس تقريبا كانت بتخاف منه. أيوة يا عم، ما تستغربش، أنا من الناس كنت بخاف منه وأنا صغير. وده مش رأيي أنا بس، على فكرة في فنانين كتير صرحوا بحاجة زي كده، ومن أهمهم الفنان توفيق الدقن. الفنان توفيق الدقن صرح بحاجة زي كده في لقاء تلفزيوني، وقال: لما كنت بمثل معاه في دور مسرحية بصيت في عينه، خفت وسكت ومش عارفة أتكلم. كان شخصية غامضة كده، صعب إن أي حد يعمل معاه لقاء. ولما يحضر لقاء ما كانش بيحب يتكلم عن حياته الشخصية. شخصية كده مش هتتكرر تاني والله. الفنان طارق لطفي برضه واحد من أيقونات الشر في السينما المصرية، بس في ناس كتير قوي ما كانتش بتحبه في الافلام. بس بقولك على حاجه، طالما كرهت الممثل عشان دور في فيلم او مسلسل، ده دليل على نجاحه وقدرته على التمثيل. والفنان طارق لطفي من انجح ادوار الشر في السينما المصريه، وده عن نفسي رايي انا. الفنانه نجمه ابراهيم. فنانه نجمه ابراهيم برضو واحده من ايقونات الشر. يعني عايزين ايه تاني طيب؟ هاتلي حد يعرف يطلع بالرياكشن ده ولا بالنظرة دي. مين من الأطفال ما كانش بيتخرع منه وهو صغير؟ يعني معلش يعني. مثلا عندك في دور ريا، في الدور ده، في الدور ده، حاجة كده ما تتعوضش. برضو الفنانة ديت ما ينفعش ما كانتش تمثل. ديت كانت لازم فعلا تطلع في دور الشرير يا جماعة. ديت مفيش زيها. ديت مع الواحد في ناس شريرة ما بتطلعش الرياكشن ده يا جماعة. الفنان زكي رستم. الفنان زكي رستم دوت بقى حاجة كده جامدة من الآخر. عندك ضهيب ماشي، شرير ماشي، بس في الشرير ما عندوش يوم مرحمين. لو يطلع شرير حاجة من الاتنين، يا إما هتخاف منه يا إما هتكرهه. وفي الحالتين الفنان ده بطل. بطل بمعنى الكلمة، مش بطل كده وكلام، لا، ده بطل بجد. ده كان بطل كمال أجسام وهو شاب، وبرضه بطل التقمص في التمثيل. واتعرض عليه فيلم فريود ورفض وقال لك لأ. والفنان زكي رستم رفض الجواز، ولما سألوه عن السبب قال: أنا شخص صارم جدا في حياتي، وصعب إن أنا أتجوز، وكده هظلم اللي هتجوزها معايا. ودول مش بس فنانين الشر في السينما المصرية. استنى الجزء التاني عشان تعرف باقي الممثلين، والسلام عليكم. اه صحيح، ينفع يبقى 99.6 من المشاهدين مش مشتركين في القناة؟ ده أنا لو كنت جبت الدرجات ديت في التعليم كان زماني بقيت دكتور. معلش، اشترك بقى يا عم، اشترك.